يلا نعرف ازاي نعمل لوجو باستخدام تطبيق كانفا الجزء الثاني. اول حاجه هنشتغل عليها هي الخلفيه الرئيسيه اللي هي دي اللي لونها اسود. هنضغط عليها ضغطه علشان نغيرها. هنروح للشريط اللي تحت وهنضغط ضغطه على اللون. هيظهر كل الالوان الرئيسيه الموجوده في اللوجو. هنلاقي درجات الاخضر والاسود والكافيه. احنا هنضغط على الايقونه اللي عليها الوان كتيره دي ونختار من الدرجات الموجوده، وده هيدينا درجات ثابته لجميع الالوان. هنلاقي في ايقونه تانية اسمها التدرج، هنضغط عليها وهنشوف هتطلع لنا ايه. هنلاحظ انها عباره عن تدرج الاسود والرمادي. هرجع للون الاسود تاني ونكمل شرح. الخطوه الثانيه هي اطار اللوجو اللي هي الدايره اللي حوالين اللوجو دي. السؤال هنا، هل ممكن اغير الوان الاطار؟ ايوه، تقدري تغيري كل الالوان وتتحكمي في كل الدرجات. هنضغط على الاطار فهيظهر درجات الوانه في الشريط اللي تحت. ممكن نغير الالوان بالشكل ده، وممكن اغير الوان الفروع زي ما انا عايزه. طب اطار اللوجو ده مش عاجبني، فهل ممكن اغيره؟ هنضغط على الاطار ده ضغطه وبعدين نختار علامه الحذف. طب هنجيب منين اطار؟ شايفين علامه الزائد اللي تحت دي؟ هنضغط عليها. هنا هتظهر اهميه ايقونه اسمها العناصر. هنختار العناصر وهنكتب في السيرش اطار دائره. هختار تصاميم جرافيك وهضغط على عرض الكل. هنلاقي اشكال كتير قوي، هنختار اللي يعجبنا. بس في ملاحظه، مش هختار اطار مكتوب عليه كلمه برو لانه هيكون متاح بس في النسخه المدفوعه واحنا شغالين على النسخه المجانيه. هختار الاطار ده لان شكله بسيط ورقيق، وهضغط على اللون لانه لونه اسود، فهختار لون تاني عشان يناسب التصميم. هجرب كذا لون واشوف افضل لون. طبعا نقدر نتحكم في الاطار، نلفه يمين شمال، نظبطه بطريقتنا. بالنسبه لاسم اللوجو كمان نقدر نغير لونه زي ما احنا عايزين. طيب لو انا عايزه ارجع لدرجه اللون الموجوده في الاطار اعمل ايه؟ شايفين القطاره اللي تحت دي؟ هنضغط عليها ونسحبها على درجه اللون اللي عاوزين نكرره. ده لوجو فوتوغرافر، فانا عاوزه احط ايقونه كاميرا. هنجيبها منين؟ طبعا اي حاجه عايزين نجيبها هنروح بسرعه على العناصر. هنضغط على علامه الزائد ونختار عناصر ونكتب في السيرش ايقونه كاميرا. هختار الشكل ده. طبعا هغير الالوان بنفس الخطوات اللي فاتت وهجرب احطها في اي مكان، اشوف ايه المكان المناسب. اقدر اتحكم طبعا في حجم الايقونه بالضغط عليها واحركها في اي مكان زي ما انا عايزه. هظبط اللوجو ده كده الشكل النهائي. اخر حاجه عايزين نحفظ الصوره، فهنضغط على السهم اللي فوق ده وهنلاقيها اتحفظت في الاستوديو. ده كان شرح بسيط جدا للمبتدئين بلوجو مفيش فيه اي صعوبه. استنوا بقى الفيديو الجاي عشان هنشرح تريكات تانية كتير في برنامج كانفا. يا رب شرحي يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير عشان تشوفوا فيديوهات تانية كتير. وبس كده.